لا 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 لا، ما هو انا نفسي مش فاهم. يعني انت محتاج حد يفهمك وانا محتاج حد يفهمني، حد يقعد يفهمنا كلنا ايه اللي حصل، عشان اللي حصل ده هو مش بيحصل. مش طبيعي. لو انت ما تعرفش ايه اللي حصل فانت فايتك كتير قوي. بص انا فاهمك، انا هحاول افهمك على قد ما انا يعني فهمت كده. امام عاشور النهارده كنا بنلعب استاد ابيجان هناك في ارضهم، ده بره يعني في افريقيا بس بره بقى. امام عاشور جاب هاتريك. يعني الاهلي كسب 3-1 وامام عاشور جاب هاتريك. اه والله زي ما بكلمك كده جاب هاتريك تقريبا كده. قول لي امتى اخر لاعب مصري جاب هاتريك في دوري ابطال افريقيا بره ارضه؟ انت هتقعد تفكر، ما هو انت اكيد مش هتلاقي، ما هو انت مش هتفتكر، ما هو فيش حد عملها يعني، ولو حد عملها اكيد مش هيجي مش اخر مثلا 60 سنه كده يعني. فاللي امام عاشور عمله انا لحد دلوقتي مش فاهمه، وانا ما كنتش متوقعه، وما كانش في حد متوقعه. يعني لو كان حد ممكن يعمل حاجه زي كده فهو سام مش امام. بس ان امام النهارده عمله ده حاجه مش طبيعيه. عموما انا عايز اتكلم على 3 لعيبه بس في كل ال 11 اللي كانوا موجودين، طبعا امام عاشور والشناوي وخالد عبد الفتاح. هنبدا بالشناوي. ايه، انت ملاحظ ان احنا كنا النهارده هنخرج من دوري ابطال افريقيا يا اسطى؟ يعني انت هو حد قايل للشناوي ايه شغلته؟ يعني شغلته ايه غير ان انت بتزعق بقى، وغير ان انت عامل مشاكل وعامل قلق وعامل دوشه ومش يعني حد قايل لك ايه شغلتك؟ ما انت شغلتك حارس مرمى، شغلتك بتلبس الجوانتي تمام وتقعد تصد. انت بتعملش كده ليه؟ هي شغلتك ان انت تصد، انت بتشتغل في حياتك ان انت حارس مرمى. ليه ما بتعملش بشغلانتك؟ ما تعمل شغلانتك. يعني انت بتاخد مرتب عشان تعمل شغل، ليه ما بتصدش؟ صد. احنا كنا هنخرج من افريقيا النهارده يعني الماتش 1-0 في طريق ان احنا نخرج عادي، كانت ممكن مرتده كمان 2-0 خلاص، ما فيش بقى الكلام بتاع تاريخ ومفيش الكلام ده. فانت ايه مالك؟ ما تصد يا عم، ما تصد يابا. انا مش فاهم. وبعدين هو انت ليه مش عايز تقعد دكه لشوبير؟ يقول لك لا معلش اصل لو شوبير هيلعب انا ما اقعدش دكه، انا بره القايمه. ليه؟ لا بجد والله فاهمني ليه؟ نوير، ما نوير بيقعد، يعني اشتيجن يعني اوليفر والله كلهم قعدوا. ابو تريكه قعد دكه. يعني انت مين؟ يعني انت مين عشان ما تقعدش دكه؟ ده كل ده انا اصل الموضوع ده بيستفزني ان شوبير يعني ان شناوي يقول لك انا مش هقعد دكه. كفايه بقى والنبي، يعني مش هتقعد دكه صد. انت اصلا ولا بتصد ولا بتقعد دكه، انت بتعمل مشاكل بس. خش بقى على خالد عبد الفتاح قبل ما نخش على امام عاشور. خالد عبد الفتاح النهارده كان بيلعب باك يمين. كان في لعيب بقى عندهم في استاد ابيجان بيلعب وينج شمال شعر ابيض جميل. اللعيب ده كل كره ياخدها هو تحس ان هو بيبص لخالد عبد الفتاح يقول له ايه؟ انت هتترقص بالذوق ولا هتترقص بالعافيه؟ يعني ابهدلك واقل من كرامتك الارض ولا هتسيب لي المساحه؟ فيقول له لا يا باشا عدي. يوم معدي مره يمين مره شمال مره من فوق مره من تحت. يعني خلق الواد كان بيلعب على خالد عبد الفتاح كانه مش موجود، كاننا ناقصين واحد، يعني ما عندناش باك يمين. يعني وهو اصلا يعني مش بيهاجم بقى وسايب مساحات ولا لا، واقف ورا عادي، واقف ورا بس. يعني الولد ده، الولد اللي شعره ابيض ده كان ناقص يلعب مع خالد عبد الفتاح عريس وعروسه. بس والله ما فيش حاجه تانية ممكن يعملها. انا كنت حاسس النهارده ان احنا بنلعب كده ورا ما فيش. اللي هو محمد هاني لما نزل يا نهار ابيض، ومحمد هاني ما كانش عاجبنا. يعني احنا في فتره من فترات كنا بنتبطر على محمد هاني. ده انا عرفت ان محمد هاني ده يعني فليب لام كافو يا نهار ابيض. ده احنا طلع عندنا لعيبه واحنا خالد عبد الفتاح يا جدعان. يعني انا مهما اقعد اتكلم كل ماتش بيثبت لي فيه ان هو ما فيهوش ميزه واحده. ميزه يعني ميزه يا عم، بتكون بتعرف تباصي، بتعرف ترفع سريع شويت، بتتشقلب، بتحتفل، بترقص زي طار يعني هو ما فيش اي ميزه. انا ما اعرفش اصلا هو مش ليج الاهلي، ما اعرفش هو ليه بيلعب كوره عموما. فانا يعني مش عايز اتكلم عليه، خليه ساكت احسن. أو بعد كل ده، بعد كل ده خليني ساكت احسن. ما هو انا كده ساكت، ما انا لو اتكلمت اقول كلام ما ينفعش يتقال، فخليني ساكت. خش بقى على امام عاشور. بس معلش يا اسطى عشان عايزين نفهم اللي انت عملته، وما احنا مش فاهمين. يعني احنا خاسرين 1-0 وبنلعب في افريقيا بره ارضنا، فبتجيب هاتريك بجد؟ يعني ما انت فرقعت بالونه الماتش اللي فات، قالوا لك ازاي تفرقع بالونه ودوت ما ينفعش ومش اخلاق وتتعاقب. جه النهارده بقى فرقع بالونه كبيره وفرقع قنبله. يعني اللي عمله النهارده ده فرقع قنبله من غير ما يعمل حاجه، جاب هاتريك. انا بس عايز اقول لك في لعيبه والله العظيم بجد في لعيبه هنا في مصر لو عملت اللي عمله امام النهارده، جاب هاتريك بره ارضنا وكنا خارجين خلاص من افريقيا، مش هيطلب 100 مليون، ممكن يطلب ميدان التحرير. يعني انت فاهم، ممكن يطلب نص التجمع الخامس. ما يعني ما اللي عمله امام ده النهارده لو حد تاني عمله هيطلب بقى، هيطلب ده في لعيب عندنا من غير ذكر اسمه، يعني هو اسمه زيزو بس مش هنقول اسمه
علشان بيجيب 5 6 بلنتيات كده في الموسم، بيطلب 100 مليون في السنه ومصمم على رقمه. ايوه عندنا ده بجد، ده مش هو بيطلب 100 مليون في السنه. فتخيل بقى لو عمل اللي عمله امام، وامام لسه ما جابش على فكره، الزملكاويه بيقولوا لسه ما جابش مستواه مع الزمالك. ما لو جابه هيعمل ايه؟ ما لو جابه هيعمل ايه؟ ما هو خلاص ده رعب، ده رعب، ده كده مش جاب مستواه، ده كده مستواه مع ريال مدريد. طب يا عم فانت زعلت ان هو فرقع بالونه الماتش اللي فات او فرقع قنبله، او وراك مين البالونه اللي بجد؟ يعني هو عرفك مين البالونه اللي بجد من غير ما يفرقع بقى بلالين. اصل في لعيب تاني من بدايه الموسم احنا مش شايفينه، مش هنقول برضه على اسمك يا زيزو، مش شايفينه خالص. اصل تقريبا ما فيش ضربات جزاء بتيجي فهو مش باين. بجد يعني انت شوف، يعني انا عايزك كده تقنعني وتقول لي حاجه غير اللي انا بقوله ده صح. هو مش باين من اول الموسم ليه؟ عشان مفيش ضربات جزاء. في لعيب تاني بقى، في لعيب تاني وبيلعب في افريقيا، مش بياخد 100 مليون بره ارضه بيجيب هاتريك عادي. ده الفرق من البالونه ومش البالونه، ده فرق بين لعيب الكوره ومش لعيب الكوره، ده الفرق. اقول لك بقى على حاجه قبل ما اقفل، انتوا لو عايزين تعاقبوا امام عاشور ان هو فرقع بالونه الماتش اللي فات، لا 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 ما تعاقبوش على كده، عاقبوا على اللي عمله الماتش ده. هو الماتش اللي فات فرقع بالونه فانت قلت لا، الماتش ده بقى هو اثبت لك ان هو بالونه. فلو عايز تعاقبه عاقبه على هاتريك، هو يعني المره دي يعني بجد لا لازم تعاقبه على هاتريك، علشان هو وراك ان انت اللي عندك 100 مليون بالونه، انتوا تروحوا تجيبوا له ب 100 مليون بلالين وهو يقعد يفرقعها. يعني انتوا تجيبوا له 100 مليون بلالين، امام يفرقعها، خلاص دي بقت شغلته، انتوا تجيبوا بلالين امام يفرقعها.